السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف ترتيب الدوري الاسباني، ترتيب الهدافين، نتائج المباريات اللي اتلعبت النهارده في الدوري الاسباني. يعتبر الجوله الاولى من الدوري الاسباني خلاص فاضل لها كذا مباراه وتخلص. النهارده برشلونه لعب امام فالنسيا وكسب فالنسيا بنتيجه 2-1، وروبرتو ليفاندوسكي هو اللي احرز الهدفين. فيعني دي حاجة حلوة، يعتبر أول مباراة لروبرتو ليفاندوسكي حرفيا يجيب فيها هدفين في الجولة الأولى من أول ما جاء مع مين؟ مع برشلونة. وطبعا اوسوسانا تعادل مع ليجنيس بنتيجه 1-1. طبعا المباريات الباقيه طبعا اشبيليه تعادل برضه، سيلتا فيجو كسب، ريال بيتيس وجيرونا تعادلوا، اتلتيكو بلباو وختافي تعادلوا. اتلتيكو بلباو وبرشلونه هيلعبوا الجوله القادمه. المهم الجوله الاولى فاضل فيها ايه اصلا؟ فاضل فيها الاربع مباريات دول: ريال سوسيداد وريو فاليكانو وريال مايوريكا وريال مدريد هيلعبوا بكره الاحد، واحد الساعه 8 والثاني الساعه 10 ونص. بعد كده عندك يوم الاثنين اسبانيول وبلد الوليد هيلعبوا مع بعض، واتلتيكو مدريد وفيريال هيلعبوا يوم الاثنين. وبالتالي كده الجوله الاولى خلصت. الترتيب حاليا مين في المركز الاول؟ عندك سيلتا فيجو في المركز الاول سبحان الله، برشلونه في المركز الثاني معاه 3 نقاط. فهم دول الفريقين الوحيدين اللي فازوا، فبالتالي هم دول كل واحد اللي معاه 3 نقاط. الباقي كله معاه نقطه واحده، نقطه نقطه نقطه، لان الباقي كله متعادل. حلو الكلام، حلو الكلام. وروبرتو ليفاندوسكي هو اللي في المركز الاول في ترتيب الهدافين طبعا، لان مفيش حد تاني جاب هدفين غيره يعني. فدي حاجه بسيطه كده، لسه الدوري بيسخن. فاتمنى انت كمان كده ايه تتجدعن معانا كده في الاول وتشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل حاجات حلوه كده. سلام.